بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عشاق هاتها من الشبكة. الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. ميدو يعلن خبر بمليون جنيه لجماهير الزمالك، وأقوى صدمة لجمهور الأهلي. صلاح محسن وقع العقد، فسخ العقد مع الأهلي ووقع العقد مع الزمالك. الأول كده صلي بينا على النبي، ثم اللايك ثم الاشتراك في القناة. تعال نخش في موضوعاتنا على طول. صلاح محسن ضجة كبيرة جدا على السوشيال ميديا. السيدة الفاضلة زوجته، تسريبات، كلام على صور، حاجات ما ينفعش ندخل فيها ولا نتكلم فيها أصلا. وربنا يا رب يسترنا ويستركم جميعا ويكفينا شر البلاوي، لأن دي بلاوي، صور وتسريبات حاجات ما ينفعش نتكلم فيها. ضجة انفجار بركان على السوشيال ميديا، الاهلاوي والزملكاوي. السوشيال ميديا الاهلاويه والزملكاويه بركان من ساعه التسريبات دي من امبارح. صلاح محسن ترند على جوجل وعلى تويتر وعلى الفيسبوك وعلى كل منصات السوشيال ميديا. طيب شوبير طالع النهارده بيقول ان صلاح محسن، الضجه اللي حصلت دي كلها صلاح محسن عايز يخلع من النادي الاهلي، يخلع من النادي الاهلي، ومش عاجبه الحال في النادي الاهلي، او مش مرتاح في الاهلي من ساعه ما كانوا عايزين يدخلوه في الصفقه التبادليه بتاعت عمر كمال، وهو قال لهم لا. فالنادي الاهلي خد منه موقف، فالواد مرتبط بعقد مع النادي الاهلي هو صلاح محسن. طب الاهلي هيقف على لاعب؟ لا طبعا. طب الزمالك هيقف على لاعب؟ لا طبعا. ايا كان مين اسمه اللاعب ده، نادي الزمالك والنادي الاهلي دول ناديين كبار جدا، هرمين كبار. عشان لا صلاح محسن الاهلي هيقف عليه ولا الزمالك هيقف عليه، والزمالك مش طرف اصلا، بس الزمالك بيتفاوض مع اللاعب وقعد مع اللاعب، واحمد سليمان قعد مع صلاح محسن بالاسم اهو في الساعات الماضيه. قال له نصا خلص نفسك من الاهلي احنا جاهزين، خلص نفسك من الاهلي احنا جاهزين. ده كلام مين؟ احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك لصلاح محسن مهاجم النادي الاهلي. طب القصه هترسي على ايه؟ هترسي ان اللاعب خلاص هو شايف انه في طريق مسدود مع الاهلي، دخل في حته سد زي ما بيقولوا، وكولر اصلا مش مقتنع بيه، ما بيلعبوش، بيلعب كهربا. وبعدين الاهلي جاب مين؟ جاب وسام ابو علي، وعنده موديست، وعنده كهربا، 3 بيلعبوا في هذا المركز. فالاهلي تقريبا رمى الفوطه بتاعت صلاح محسن خلاص. فالواد عايز يفسخ عقده، عمال يتلكك عشان يخلص ويخلص نفسه ويروح الزمالك. هل الصفقه مفيده للزمالك لو تمت؟ قول رايك في تعليق. هل الاهلي هجوم الاهلي هيتاثر بانتقال صلاح محسن للزمالك؟ قول رايك في تعليق. لو انت اهلاوي قول صلاح محسن هيأثر في هجوم الاهلي، ولو انت زملكاوي قول صلاح محسن هيفيد الزمالك ويبقى صفقه ناجحه للزمالك ولا لا. قول رايك. لكن انا بقول لك الصفقه في طريقها للاتمام نحو نادي الزمالك، لان خلاص الواد ما بقى حس انه ما عادش ليه عيش في النادي الاهلي، خلاص ما بقاش ليه لقمه عيش ياكلها في النادي الاهلي، خلاص وصلوا لطريق مسدود دلوقتي صلاح محسن والنادي الاهلي، سبب كولر وعناد كولر، وان الواد مش مرتاح وما بيشاركش اساسي. فميدو شوبير طالع يقول لك الواد بيتلكك وعايز يروح نادي الزمالك، وعمل القصه دي كلها. ميدو بيأكد ان الزمالك اتفاوض مع اللاعب وقعد مع اللاعب. الله اكبر، الله عظيم، سترك يا رب.
فنكمل. صلاح محسن في طريقه لنادي الزمالك خلاص، الصفقة تحسم وبتنتهي لنادي الزمالك. ميدو بيؤكد ان الزمالك ايضا نجح في تعاقد خلاص والاستقرار على المدير الفني الاجنبي خلاص بعد هزيمة الزمالك امبارح. الزمالك اسكواده ضعيف جدا 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 جدا. الزمالك لابد وان يرحل منه اكتر من 6 لعيبة لا يستحقوا ارتداء تيشيرت نادي الزمالك، ولابد ان يجلب الزمالك او يتعاقد الزمالك